السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان من كتب سفري المكابيين الأول والثاني. في المدخل إلى سفري المكابيين للآباء اليسوعيين صفحة 947 يقول النص: الكاتب يهوديا من فلسطين، وهو يقلد إنشاء المؤلفات التاريخية القديمة. انتهى كلام المدخل إلى سفري المكابيين للآباء اليسوعيين. طيب الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن كل اللي يعرفوه علماء المسيحية عن كاتب سفري المكابيين الأول والثاني إن هو كان يهودي من فلسطين. مين هو ما يعرفوش، إنما كل اللي يعرفوه إن هو كان يهودي ومن فلسطين. يعني دقة بصراحة يعني متناهية. الأمر الثاني اللي هم عارفينه إن هو كان يقلد إنشاء المؤلفات التاريخية القديمة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كان راجل مؤرخ بيكتب تاريخ وبيقلد مؤلفات تاريخية. يبقى هذا الكلام لا هو وحي من الله ولا مكتوب بدعوى إلهام ولا كان فيه روح قدس مع الكاتب ولا أي شيء، ولا أصلا الناس عارفين مين هذا الشخص. طيب تعالوا كده نشوف الكتاب المقدس للكاثوليك دار المشرق صفحة 769 بيقول ايه. يقول النص: وهو أيضا مؤلف مجهول الهوية، وهو أيضا مؤلف مجهول الهوية، فيظهر أنه عاش في فلسطين مما يؤهله لمعرفة الأخبار التي يرويها. انتهى كلام الكتاب المقدس للكاثوليك دار المشرق صفحة 769. يبقى الكلام دوت يعني نطلع منه بإيه؟ نطلع منه بأن المؤلف مجهول الهوية. حتى الكتاب المقدس الكاثوليك دار المشرق مش قادر يقول ان هو كان يهودي من فلسطين زي ما قال المدخل الى سفر المكابيين للآباء اليسوعيين. وقال ايه بقى؟ قال ايه بقى الكتاب المقدس الكاثوليك؟ قال فيظهر انه عاش في فلسطين. مش متأكدين كمان ان هو عاش في فلسطين ولا لا. هذا هو تناقض علماء المسيحية. في ناس قالت عاش في فلسطين، والناس التانية قالت يظهر يبدو ممكن ان هو يكون عاش في فلسطين مما يؤهله لمعرفة الأخبار التي يرويها. يعني ده كله استنتاجات ان هو عشان بينقل مجموعة من الأخبار فهو ممكن يكون عايش في فلسطين. طيب ملخص الكلام أن الكاتب مجهول ولا أحد يعرف من هو كاتب سفري المكابين الأول والثاني. إن شاء الله نكون وضحنا الأمر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.